بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ في البداية حابة اعتذر عن عدم نزول الفيديو الاسبوع اللي فات، لكن النهاردة حابة اشارك معاكم وصفة سريعة وسهلة وبمكونات بسيطة جدا، والحقيقة تستحق انها تبقى ترند علشان طعمها اللذيذ ومكوناتها السهلة والبسيطة. نصلي على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في تحضير الحشوة. اول حاجة حطيت معلقتين سمنة كبار في طاسة على النار، حطيت عليهم بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، وبمجرد ما دبلت نزلت بكمية اللحمة. حددوا كمية اللحمة اللي انتوا عايزينها. حطيت على اللحمة المفرومة الملح والفلفل الاسود ومعلقة من الكزبرة، وحطيت كمان معلقتين من السماق. قلبت اللحمة كويس. لما ريحة البهارات طلعت ضفت نص فلفلاية حمراء ونص سبايسي واديتهم تشويحة صغيرة. بعد كده ضفت جزراية مبشورة وقلبتها كويس. لما دبلت كده نزلت بطماطمايه مقطعة. اقلب المكونات كويس على النار، ولما احس ان الخضار استوى كده تبقى الحشوة خلصت. بعد كده ضفت 4 معالق دقيق في معلقتين سمنة على النار، ولما الدقيق بقى لونه قشر نزلت بكمية اللبن. كمية البشاميل اللي هنا متوقفة على الصينية اللي هنعمل فيها الوصفة. بالمضرب كده افضل اقلب في البشاميل لحد لما يبتدي يتقل حاجة بسيطة. في الوقت اللي انا كنت بحضر فيه كل ده كنت حطيت الكرنبيت على النار، ولما اتسلق حطيته في المصفى علشان ينزل ميته. ولما خلصت تحضير الحشوة بدأت اهرس الكرنبيت. حطيت عليه كمية كويسة كده من البشاميل وبدأت اقلبه تقليبة كويسة، وجزأته على جزئين. اول جزء كده بعد ما فرشت كمية صغيرة من البشاميل في الطاجن ابتدي احط اول جزء من الكرنبيت اللي بالبشاميل اللي مهروس. عايزة اقول لكم وانتوا بتهرسوه كمان حطوا عليه يعني كمية من الملح والفلفل الاسود. بظهر المعلقة كده ضغطت عليه وسويته، وبدأت اضيف الحشوة اللي احنا حضرناها في البداية. وبرضو بنفس الطريقة لما اخلص ترتيب الحشوة دي اضغط عليها بظهر المعلقة زي ما حضراتكم شايفين علشان تبقى الوصفة متماسكة. بعد كده الجزء التاني من الكرنبيت المهروس يبقى هو الطبقة التالتة، اغطي الحشوة بيه وبكل سهولة كده ابتدي اساوي الطبقة دي، وبضغط برضو بظهر المعلقة عليه. وده طبعا ضروري علشان تفضل متماسكة وقت التسوية وبعد كمان ما تخرج من الفرن. بعد ما سويت سطح الطاجن كده ابتدي اغطي وش الطاجن بالبشاميل. احط كمية كويسة محترمة كده من البشاميل، وبعدين على الوش ببتدي اغطي بالجبنة الموتزاريلا. لو عايزين تحطوا جبنة رومي مبشورة هتبقى لذيذة جدا. وبعد ما بخلص تغطيتها كده بالبشاميل بحطها في الفرن لمدة نص ساعة. درجة الحرارة بتاعة الفرن 180 درجة. بعد ما بخرجها من الفرن بستنى عليها لما تبرد وبعدين بقطعها. عايزة اقول لكم ريحتها رهيبة وطعمها لذيذ لذيذ جدا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. اللي ما عملهاش قبل كده اكتبوا لي في الكومنتات. ومين بيحب طاجن الكرنبيت في الفرن؟ لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشرفوني بالاشتراك. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش تحطوا لايك، تشاركوا الوصفة مع اصحابكم. وده شكل الوصفة بعد ما بردت وعرفت اقطعها. اتمنى تجربوها، واثقة انها تعجبكم. نتقابل في فيديو جديد. باي باي.